بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فهذا هو المجلس 18 من التعليق على تلخيص الشرح الممتع على زاد المستقنع في الفقه، كتاب الطهارة لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. وكان هذا في ليلة الأحد 21 من شهر شوال لعام 46 بعد 400 والألف من الهجرة. أركان الصفحة 58. نعم. خامسا، الخامس من أركان الوضوء. خامسا، الترتيب. الصحيح أن الترتيب فرض، وهل يسقط بالسهو؟ الصحيح أنه لا يسقط سهوا ولا جهلا، لكن لو فرض أن رجلا جاهلا نشأ في بادية ومنذ نشأته يخالف الترتيب، فهنا قد يتوجه القول بأنه يعذر بجهله. والدليل على فرضية الترتيب آية الوضوء، حيث أدخل ممسوحا بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، ولا نعلم لهذا الخروج وجها إلا الترتيب، ولأن جملة فاغسلوا وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فإنه يكون مرتبا على حسب ما ذكر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد ذكرنا في المجلس السابق أركان الوضوء أو يقال فروض الوضوء: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وهنا الترتيب اعتبره بعض الفقهاء فرضا ركنا، والبعض اعتبره شرطا، والأمر واسع في مسألة الاصطلاح. لكنه في كل الأحوال هل هو يدخل في حيز الوجوب أم في حيز الاستحباب؟ يعني من ترك ترتيب الأعضاء السابقة هل يبطل وضوءه أم لا؟ أي طبعا تركه متعمدا. يعني من غسل رجليه في أول الوضوء، بدأ بغسل الرجلين وختم بغسل الوجه، خالف ترتيب الآية. فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، والذي رجحه أنه لا يسقط الترتيب لا سهوا ولا جهلا، يعني حتى مع السهو يجب عليه إعادة الوضوء حتى لو نسي، والنسيان صعب، لكن الجهل وارد. يعني لو أن رجلا حديث عهد بإسلام، ولم يتعلم صفة الوضوء، تعلمها ولا يدري، لم يعلم أن الترتيب واجب، فهنا هذا عليه أن يبين له. نعم. لكن لو فعل هذا جهلا لفترة ثم علم، ما نقول له عليك أن تعيد الصلوات السابقة، لا، خلاص، هذا يعذر بجهله. وأما من كان يعلم ولكنه فعل هذا نسيانا، فهنا عليه أن يعيد الوضوء. ومن جاهل ذلك لكن ليس لعذر، نقول هنا الأمر بالإعادة متوجه، يعني هو فرط في التعلم، يعني كأنه لم يهتم أن يتعلم أمر دينه رغم وجود من يعلمه، أو وجود أسباب التعلم عنده. فالشاهد أن الترتيب نعم فرض. وكما ذكر الشيخ يعني الحجة في هذا الباب أن آية الوضوء جاءت بهذا الترتيب،
جعلت فرض مسح الرأس بين المغسولات. ولو كان الأمر ليس على سبيل الترتيب هذا خروج عن مقتضى البلاغة، والله عز وجل كلامه كله قام على مقتضى البلاغة. فكون أنه سبحانه جعل هذا الفرض الممسوح اللي هو الرأس في وسط هذه المغسولات لم يأتي به عبثا سبحانه، إنما أتى بهذا لعلة، وهي أنه يبين سبحانه الوجوب، أن هذا الترتيب مقصود. فعليكم أن تأتوا بهذا الترتيب. طيب تفضل. ثالثا الموالاة، وهي أن يكون الشيء عقب الشيء بدون تأخير، والدليل عليه آية الوضوء، فإن جواب الشرط يكون متتابعا لا يتأخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ متواليا ولم يكن يفصل بين أعضاء وضوئه. ففي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا توضأ وترك على قدمه مثل موضع الظفر لم يصبه الماء، فأمره فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وهذا كما في رواية مسلم. وعند الإمام أحمد في المسند أنه أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، فرواية مسلم تقتضي إتمام ما نقص من الوضوء فقط دون إعادته، ورواية أحمد سندها جيد، وقد صححه ابن كثير، فيمكن أن نحمل رواية مسلم على رواية أحمد فيحصل الجمع، ويكون لا بد من إعادة الوضوء. والصحيح أن الموالاة شرط وليست مجرد سنة، وشرطها أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، ويستثنى من ذلك إذا فاتت الموالاة لأمر يتعلق بالطهارة، مثل أن يكون بذراعيه بويا مثلا فيشتغل بإزالتها، وكذا لو نفذ الماء وجعل يستخرجه من البئر، أو انتقل إلى صنبور آخر ونشفت الأعضاء فإن هذا لا يضر. أما إذا فاتت الموالاة لأمر لا يتعلق بالطهارة فيجب إعادة الوضوء. نعم، فهمنا معنى الموالاة. الكلام واضح، هو أنه يوالي بين أعضاء الوضوء. نعم، لا يفصل بين العضو والآخر فاصلا، أو يجعل فاصلا طويلا بغير علة وغير سبب. يعني ما يأتي أحد يغسل وجهه ثم يذهب يرد على الهاتف ويظل يتكلم مثلا 5 دقائق ثم يرجع يكمل، يقول الموالاة ليست شرطا. لا، هذا عليه أن يعيد الوضوء. أو يغسل وجهه ويغسل اليدين إلى المرفقين ثم يخرج يتكلم مع فلان ثم يرجع حتى ينشف هذا العضو. يعني الماء الذي على الذراعين ينشف، يجف، الجفاف. فهنا نقول الموالاة شرط أن يوالي بين الأعضاء، يكون الفاصل عرفيا أو جاء لعذر. إما أن يكون الفاصل عرفيا، يعني مثلا لا بأس إن كان مثلا يستخدم كما قال الجوال وهو يتوضأ، لا بأس يرد في لحظات معدودة ثم يكمل، هذا عرف. غالبا لا يجف العضو في خلال هذا. عنده عذر كما بين الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، أنه فجأة انقطع الماء، فكان يبحث عن مصدر ماء آخر، سواء كان في بئر كان في صنبور. فهنا نقول نعم، هذا عذر لا يقطع الموالاة على ما يظهر، لأن العذر مقبول عند الله. الله عز وجل يحب العذر، ما أحد أحب إليه العذر من الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم.
طيب احنا ممكن نقف هنا عشان حتى نبدأ المرة القادمة بداية واحدة لباب مسح الخفين حتى لا ينقطع الكلام، ونكتفي بهذا هنا. إن شاء الله ننتقل إلى الكتب الأخرى. وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.